ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده معانا الشعر ده زي ما انتم شايفين خفيف ضعيف هايش مقصف. بس الشعر ده مش معنى ان هو كده فان احنا نفضل بيه كده، لازم نعدل من شكلنا يا بنات. مهما كان الشعر ضعيف فهو ليه مواد، ومهما كان برضو الشعر ضعيف فهو ليه طريقة. صدقيني الطريقة بتفرق. مهما كان الشعر ضعيف، طريقة الفرد أو طريقة المعالجة اللي المتخصصة بتعملها لك هي المفروض تقدر تتعامل مع الشعراية إذا كانت ضعيفة أو إذا كانت مش ضعيفة. الشعراية الضعيفة ليها شغل، والشعراية اللي هي اللي تتحمل والتقيل ليه شغل. ناس كتير بتكلمني مثلا، والله يا نوسة أنا مثلا شعري وحش قوي وهايش ومكسر، بس برضو عايزة أعمله عشان شكلي وعشان جوزي وعشان فلو الشعر عامل كده وهو خفيف وكده، معلش احنا ممكن نعمل له معالجة حاجة خفيفة وفي نفس الوقت يبقى شكلنا جميل. مش معنى ان هو خفيف فانا خايفة عليه افرده مثلا او اعالجه او اعمل له معالجة مثلا، فالحاجات دي ممكن تكون بتوقع الشعر. انا معاكم ان في حاجات بتوقع الشعر، بس صدقوني في حاجات برضو كتير ما بتوقعش الشعر. المواد كلها اتعدلت. البروتين دلوقتي ما بقاش فيه نسبة الفورمالين زي الاول. اول ما البروتين نزل يعني كان الكرياتين ده بيدمر الشعر. الكرياتين اللي هو كان بيتعمل على كام يوم ده كان بيدمر الشعر والفروه، وكان فيه بيحصل تساقط كتير وكده. ليه؟ لانه كان مثلا بتاعه الكوافير بتخليك تجيلها 3 ايام، اول يوم تكوي وتاني يوم تكوي وتالت يوم تكوي. لا احنا النهارده المواد اتعدلت. النهارده انت بتجيلي بحطلك الماده، بسيبك ساعه ونص ساعتين وبعدين اشتغل على الشعر، ودرجة الحرارة بتكون على يعني مستوى شعرك اللي يقبلها او اللي ما يقبلوش. درجة الحرارة عالية او واطية كل ده بيفرق. انا وزعت المادة على الشعر اهو يا بنات، زي ما انتم شايفين انا جايبه لكم الخطوات كلها. يعني الفيديو ده طويل شوية لان انا جايبه فيه ما شلتش منه ولا حاجة. يعني انا قصيت منه بس الحتت اللي وش العامله باينه فيه، لو زباين داخله برضو قصيت منه الحتت دي بس، لكن انا جايبه لكم الخطوات كلها واحده واحده. عايزاكي وانتي بتسمعيني تركزي في الفيديو نفسه، وانا شغاله بوزع الماده بوزعها ازاي، بجيبها بقرب من الجذور ما بقربش. عايزاكم تاخدوا بالكم من ادق التفاصيل، صدقيني هتفرق معاكي جدا جدا جدا. انا يعني بصي انا خلصت توزيع الماده وشطفت الماده اهو. احنا كده شطفنا المادة. انا شطفت المادة دي شطف كامل برضو عشان الشعرية ضعيفة زي ما انتم شايفين. حطيت قلش للعميلة، حطيت لها فيلر وبوتكس وترميم برضو وتريتمنت. يعني حطيت 4 حاجات. طبعا الخلط في البروتين اكبر غلط. الخلط في البروتين يعني مثلا مش عندك كذا نوع بروتين فانت تروح حاطه شويه من دول وشويه من دول وشويه من دول. ده اكبر غلط لان البروتين بيختلف في الكبس، لكن المواد دي عشان خفيفه فعادي ان انتي تحطيها على بعضها. فانا بنشف الشعر قدامكم اهو، انا ما سبتش حاجه ما نزلتها لكوش. انا عارفه ان الفيديو طويل بس انتوا ما تزهقوش، عشان انا والله العظيم عايزه افيدكم ومش عايزه اي بنت تطلع حاجه ومثلا تفشل فيها او يجي من وراها مشاكل وكده. فاحنا بنتعلم مع بعض. يعني انا واحده من الناس بنزل لكم فيديوهات اهو ان انا بعرفكم الدنيا ماشيه ازاي، بس انا برضو لسه بتعلم وبعمل سيرش على طول على جوجل وبشوف ايه الغلط وايه الصح. طول ما انت عايز تتعلمي هتتعلمي وهتبقى كويسه. انا طبعا في بنات بتكلمني وبيبعتولي بشوف تعليقاتهم وكده. واحده مثلا عامله شعرها بروتين من فتره وشعرها مثلا نزل، او شعرها مثلا مضايقها ليه لان اللي ورا مفرود واللي قدام مش مفرود. بصوا يا بنات، الجذور طلعت وطولت شويه شكلك وحش، مش عارفه تتعاملي. لو انت في الحاله دي مثلا مش عارفه تعملي شعرك او مش عايزه تعملي عايزه تريحيه، ممكن تستخدمي زيوت طبيعيه. الزيوت الطبيعيه حلوه. المهم ما تجيبيش على الشعر المفرود عشان ما تنطرش الماده اللي في شعرك. لو انت عايزه مثلا تعالجي شعرك تاني من جديد او تديله هدنه. طبعا انا لو عندي عميله عامله عندي من فتره فبتيجي بجدد لها الجذور، انا عارفه شعرها وعارفه ايه اللي في شعرها وعارفه
ممكن اتعامل معاه ازاي، او احط ماده ايه او ما احطش ماده ايه. لكن انت لو في بيتك مثلا رحت مكان عملت شعرك وكده وبعد فتره خلاص انا عايزه اريح شعري، وفي نفس الوقت شعري مضايقني شكله وحش، اي مكان انت فيه ممكن تنزلي محل من اللي بيبيع منتجات الفرد وكده والبروتين والحاجات دي. في امبولات فيلر صغيره مش غاليه، يعني في حدود ممكن ما تعديش 70 جنيه. امبولات الفيلر دي بتجيبيها بتفكيها بميه مقطره من الصيدليه، يعني تفضلي تحطي كيس من كيس الميه ده شويه 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 لحد ما المنتج يبقى معاكي كريمي. لما يبقى كريمي انت بقى في الحاله دي لو انت عايزه تعالجي شعرك بس معالجه بس مش فرد وكده هتحطي الامبولات دي. لو انت عايزه نسبه فرد اللي هو تضيع الهيشان وتفرد معاكي وشكل شعرك يبقى حلو، هتقومي شاريه ايه من عند من الراجل برضو 20 جرام مثلا بروتين. طبعا شعرك مفروض من ورا، انت عايزه تعملي الشويه اللي فوق بس، هتجيبي 20 جرام البروتين وبرضو ما تسترخصيش، يعني يكون نوع كويس. قولوا انا عايزه نوع هادي وبلاش الانواع القديمه، يعني الانواع الجديده كلها كويسه. هتجيبي 20 جرام البروتين تحطيه على مثلا اللي انت عملتيه الفيلر. اذا كان شعرك تقيل تجيبي امبولين 3، اذا كان شعرك خفيف تجيبي امبول 1. وهتكوني غاسله شعرك كويس جدا 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 من اي زيوت او اي حاجه انت بتستخدميها، وتضغطي على الفروه في الغسيل اول، وتضغطي على اللي هو الشعر المكسر في الغسيل اول. انا دلوقتي بتكلم للي هم في البيوت، مش لبتوع السنتر، مش المتخصصات خالص. هتجيبي الخلطه اللي انا قلت لك عليها دي، ال 20 جرام بروتين على الفيلر اللي انت فكيتيه بالميه المقطره، وبعد الغسيل تماما شعرك حلو جدا، يعني غسيل تام. يعني بصي في ناس بتغسل شعرها لدرجه بريل المواعين، شعرك بينضف تماما. تمسكي شعرك تنشفيه جدا 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 بالاستشوار، وتقومي جايبه مثلا حد عندك بيساعدك بتاع، وتوزعي الماده اللي انا قلت لك عليها دي على الشعر، على جذور الشعر كلها. وحتى لو جيت على المفروض مش هتضره خالص. هتمسكي الماده دي تفرديها على جذور الشعر، وهتسيبي الماده دي ساعه ونص او ساعتين. يعني شعرك خفيف زي اللي قدامي ده هتسيبها 30 دقيقه، نص ساعه. شعرك تقيل هتسيبي ساعه، ساعه ونص. تقيل قوي ساعه ونص، ساعتين. وهتمسكي شعرك بعد ما تحطي اللي انا قلت لك عليه ده، تخش تشطفيه في الحمام. هتشطفي شعرك وتنشفيه برضو خالص. لو انت مثلا عندك مكوه بتعرفي تكوي نفسك، اكوي نفسك على درجه حراره وسط كده، اكوي شعرك. لو انت مثلا مش هتملكي تعملي لنفسك، في ناس ما بتعرفش تعمل لنفسها كو، انزلي اي كوافير جنبك خليها تكوي لك شعرك عادي. قولي انا بس عايزه اكوي، واضغطي لي على الحتت اللي هي مش مفروده بس. لو هي بنت حلال وكده وقلت لها انا والله، حتى لو انت حسيتي انت معاها ان هي بنت حلال يعني يهمها امرك، قولي لها ان انا مثلا حاطه ماده عايزه افرد مثلا الجذور، بعالج الجذور مثلا وعايزه افردها شويه. لو حسيت ان هي استغلاليه مثلا، او طب ليه، طب ما انا كنت جيتي وانا عملتهولك مثلا، او حسيت ان هي مثلا اتضايقت ان انت عامله ماده مثلا لنفسك في البيت او كده، لا يعني اكوي انت قولي لها بس انا عايزه اكوي وخلاص. طبعا انا بيجي لي ناس كتير معاهم الماده، انا بشتغل لهم بالماده كل حاجه. يعني مثلا واحده جايبه ماده من بره، جوزها بره، بعت لها ماده، بعت لها بروتين، بعت لها ترميم، ايا كان بجيبها وبعمل لها الماده، وباخد حساب المكوه وحساب وقفتي، وما بقاش متضايقه خالص ان هي ما عملتش عندي. احيانا بتطلع الماده جميله وحلوه، واحيانا بتطلع الماده زي الزفت، بس النتيجه انا ماليش دعوه بيها، انا ليا باللي انا عملته وضميري والله العظيم، وبتعامل معاها بمرض الله، وبعمل لها زي ما بعمل لاي زبون عامله من عندي. فانت هتروحي تكوي شعرك في الكوافير وخلاص على كده. قولها بس ما تعليش درجه الحراره قوي، او مثلا لو انت مثلا درجه يعني المكوه بتاعتها مثلا لقيتها، قولها يعني انت قولي لها انا مش عارفه بس الناس اللي انت هتروحوا لهم عاملين ازاي، قولها والله انا حاطه ماده، والماده دي بتفرد فرد قليل، وجوزي كان جايبها لي وبتاع، وانا حطيتها لان مش عايزه احط بروتين وكده. هتكوي لك شعرك عادي، ولما تكوي شعرك انت هتروحي تغسلي شعرك هتحسي بفرق كبير. ده في حاله لو انت مش عايزه تعملي بروتين عند واحده وانت مش واثقه فيها. اللي انا قلت لكم عليه ده اعملوه.
وهتشتري لك مجموعه عنايه 0 صوديوم و0 سلفات وهتستخدميها، والله العظيم هتدعولي. انت من ناحيه فردت شعرك بقى شكله جميل وحلو، ومن ناحيه تانية ما ضرتهوش باي حاجه. انا بتكلم عن الناس اللي هي اصلا خايفه من ناس، هي يعني خايفه تعمل عند ناس او كده. انا عارفه ان في ناس بتبقع الشعر، وعارفه ان في مراكز. بصي والله العظيم انا هنا يعني في البلد هنا انا بيجي لي بنات شعرهم متدمر من فرد هم عاملينه، وعاملينه بارقام. يعني انا ما باخدش الارقام دي، وبيجوا لي وانا بعالج الشعر، والحمد لله رب العالمين انا ما حدش اشتكى مني خالص. لان يعني انا براعي ربنا في الشغل قوي قوي، وما بسترخصش في المواد، وبشتغل بكذا ماده، وما بمسكش في ماده واحده. لا انا جبتها وظبطت معايا الشعر وطلعته ناعم وسايح وبتاع، فانا افضل على دي. لا الشعر بيختلف. لو انت يعني لو انت ايديكي في الفرد على طول، الكلام ده بقى للمتخصصات مش اللي في البيوت. انت في ايديكي في الفرد على طول هتعرفي الشعريه دي اذا كانت ضعيفه ولا لا، اذا كانت هتستحمل البروتين ولا لا. حتى لو حطيت لها نوع بروتين وهي جايه على اساس نوع بروتين، هحط لها البروتين انت شايفه في ايدك. بصوا انتوا لو تلاحظوا انا ما بغيبش على الشعريه دي كبسه والتانيه والتالته وخلاص على كده يا بنات. انتوا اصلا والشعريه دي انا مسرعه لكم الفيديو لان انا صورته من اوله لاخره. اقسم بالله انا بحسس على الشعريه دي حرفيا، بحسس عليها. يعني الشعريه دي لو مع حد تاني مثلا، واحده تانية غيري، كانت خدت مثلا في الفرد بتاعها ما لا يقل عن ساعتين. انا الزبونه دي 5 ساعات في ايدي عشان خايفه على شعرها، بتعامل معاه وانا خايفه، مش عايزه شعرايه تقع مني وانا بكوي. يعني عامله قلبي على الشعرايه اكتر من العامله نفسها. يعني العامله نفسها كل شويه تقول لي يلا انجزي، مش عايزه اروح، معلش انا جوعت، مش عارفه ايه. لا خدي وقتك وخدي راحتك عشان ما الزبونه ما تدعيش عليكي دعوه. لا ما كل لما تبص لشعرها تقول لا الله يكرمها كتر خيرها، ما تقولش حسبي الله ونعم الوكيل فيها. ربنا مش هيكرمك خالص. خدي وقتك عشان الزبونه ما تزعلش وما تدعيش عليكي دعوه، وعشان ترجع لك تاني. انت بتربي زبون وعشان ترجع لك تاني. اقسم بالله يا بنات انا عندي عملاء في المحل ل8 مره بعمل لهم شعرهم. انتوا متخيلين ل8 مره؟ بس متابعاهم بقى على طول في التليفون، وبعدين انا عندي بيدج على الفيسبوك فبيكلموني على طول. اي واحده عامله شعرها عندي بتكلمني على طول وبتابعها. والله العظيم يا بنات انا بيجيلي ناس من محافظات تانية يعملوا شعرهم عندي، ومش عايزه اقول لك على الدعاء اللي بيدعوهولي لما واحده بتطلع شعرها مبسوط وبتبقى داخله عندي وقلقانه وخايفه ان هي كانت عامله قبل كده وشعرها وقع، او مثلا شافت واحده عامله شعرها وشعرها وقع في تجربه قبل كده، فشافت حد شعره باظ، شعره وقع اتدمر من الفرد كده. لا ما الواحده برضو بتعمل شعرها يا بنات عايزه شعرها يبقى كويس. والله العظيم انا لو ماشيه الفيديو بالراحه، انا الفيديو ده كان بالظبط يعني فيديو الكوي، انا خدت في الكوي 1.5 ساعة في الشعر ده. انتوا متخيلين لما اخد في الشعر ده 1.5 ساعة وانا بكبس اصلا الماده كبسه و2 و3؟ انا بحسس على الشعر، بحسس عليه كده تحسيس. يعني لو الشعر ده مع زبونه تانية شعرها قوي او مثلا يتحمل الفرد ما كنتش خدت فيه نص ساعه. لكن انا من فيديو مثلا 2 ساعتين او 3 انا قصيت عملت لكم ربع ساعه. الناس بقى اللي عندها الفراغات وكده انا هتكلم بقى في فيديو تاني ان شاء الله لاي واحده عندها فراغات في شعرها او عندها صلع وراثي او عندها اي مشكله من المشاكل دي. ويا رب اقدر افيدكم وتقدروا تاخدوا المعلومه مني زي ما انتوا عايزينها. واكيد في حاجات بتفوتني انا برضو مش عارفه اوصلها، لان مثلا مش بطلع لايف معاكم فانتوا تسالوني اسئله فرد عليكم. لا انا بتكلم في نطاق اللي انا الحاجات اللي انا فاكراها، لكن الشغل ده فيه متاهات وفي حاجات كتير قوي 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 بنسى اتكلم فيها. فانتوا حاولوا تسمعوني للاخر وما تملوش مني. انا والله كلام مش كتير، بس انا عايزه افيدكم باي حاجه. يعني عايزه البنات كلها ربنا يكرمها وتبقى كويسه في مجالها وما يغلطوش اي غلطه، واحاول افيدهم باي حاجه ويدعولي زي ما البنات فعلا بيدعولي. انا بتجيلي مسجات كده على الواتس وعلى الخاص على الماسنجر. والله العظيم يا بنات انا بفرح جدا بكلامكم ودعواتكم ليا
وببقى نفسي اساعد بجد يعني، والله العظيم ببقى نفسي اساعد بكل قلبي يعني. فعايزاكم ما تزهقوش وتسمعوا الفيديوهات كلها وتتابعوا معايا. وادي نتيجه الشعر يا بنات بعد الكوي. انا برضو مصوره الشعر وانا بشطفه وانا بنشفه قدامكم برضو عملي كده. هناخد العميله بقى ونغسلها بشامبو زيرو صوديوم وزيرو سلفات. والشامبو ده نوعه كافيار برضو يا بنات، يعني انا بشتغل بمواد كافيار وبشتغل بمجموعه عنايه كافيار وبشتغل برضو بتريتمنت كافيار. انا بشوف ان هو امن جدا على الشعر وجميل يعني ما بيضرش الشعر خالص. وبنشف اهو معاكم خطوه بخطوه، ومش هطلع من الفيديو غير لما تشوفوا التنشيف كامل. لا تفكروا ان انا مصوره الشعر وهو مثلا مكوي، لا انا بنشف قدامكم اهو واخده التنشيف برضو واحده واحده معاكم عشان تشوفوا ان انا النتيجه بعد التنشيف مباشره. انا ما طلعتش بره ولا عملت حاجه، اهو تنشيف معاكم واحده واحده. الشعريه دي انا يعني الحمد لله رب العالمين. بصوا الشعريه لونها ما فتحش، لونها مش محروق، الشعريه جميله ما شاء الله يعني حاجه اللهم بارك. الشعر اتغير 180 درجه، خفيف لا ادى فوليوم من الفيلر. الشعر بقى شكله تقيل، يعني في العادي لو الواحده رايحه تعمل شعرها لا بيطلع الشعر مثلا مش تقيل وكده، لا الشعر تقيل معاكوا اهو ومدي نتيجه وهم، ودي النتيجه النهائيه. يا رب اكون فدتكم النهارده، ويا رب الفيديو يعجبكم، وبحبكم جدا في الله، وعايزاكم تدعموني على طول بلايك واشتراكات كده وكومنتاتكم الجميله اللي بتساعدني جدا. ويا رب ربنا يوفقكم كلكم يا بنات، ويحميكم كده ويخليكم ويوفقكم في شغلكم يا رب، اللهم امين.